بأيام البرد، أيام الشتي، والرصيف بحيري والشارع غريق. ببقى عايزة اكل حلويات. حقيقي الدنيا برد قوي، واحلى حاجة ممكن تدفينا الحلويات. انا بحب قوي في الشتاء ناكل حلويات. يلا بينا نشوف هنجيبها منين. حكاية حلوة، وفعلا احنا النهاردة هنقول حكاية حلوة قوي. حكاية حلوة، جروب زي القمر بيعمل حلويات تجنن. وهنبدأ مع السينابون. الوهم زي ما انتوا شايفين، انا مش محتاجة اقول قد ايه هو تحفة. طبعا يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الشكل، الطعم بقى حاجة تانية. بصوا يا جماعة، انا اصلا حبيت السينابون بسبب حكاية حلوة. تعالوا بقى ندوق مع بعض كده ونشوف الحلويات عاملة ازاي. بصوا انا عايزة اقول لكم ان انا اتبسطت جدا من التجربة من حلويات حكاية حلوة. انا هنا كنت عايزة اخد حتة كبيرة ومصممة مش هاخد حتة صغيرة ابدا. بصوا، طعامه مش طبيعيه، طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم اهم حاجه انه مش تقيل خالص، عكس اي سينابون تاني بيكون تقيل. ده ممكن تاكلي 2 3 4 5 وتقلبزي براحتك. ونيجي بقى على الحاجه اللي انا اتبسطت منها انا ويحيى جدا. عامله ميني بيتزا تجنن. عايزه اقول لكم حطيته في اللانش بوكس واتبسط بيه جدا وقال لي انا عايز منه على طول. بجد يا جماعه الميني بيتزا عندها تجنن، والخضار مش باين فيها علشان دايما الولاد بيكونوا مش حابين النقطه دي. تعالوا ندخل بقى على الحاجات اللي هي ايه الاقرب الى قلبي، وهي الكب كيك عندها موضوع. بصوا الطبقات، طبقه ورا التانية تاخدك معاها في حته تانية، يعني مفيش احسن من كده. بصوا ده بالشوكولاته، ده كب كيك شوكولاته. يعني انا بصوا انا كنت بدوب جوه الكب كيك ده. طبعا هنتكلم عن حاجه تانية برضو، ان الحاجه نظيفه جدا. يعني الفينش بتاع الحاجه فظيع. الاسعار حلوه قوي. وكمان يا جماعه الطعم فوق الوصف. بنصحكم ان انتوا تعملوا حكايه حلوه من عند حكايه حلوه. ده بقى هنسيب الشوكولاته كده على جنب. انا بقول لكم ان اللي بالفراوله ده معدي كل الحدود بصراحه. عجبني بطريقه مش عايزه اقول لكم. الفراوله معدي، فانا اتبسطت قوي بالفراوله. عايزه اقول لكم ان الطبقات بتاعته مع الكريمه مع الفراوله مع يعني فظيعه يا جماعه بجد. بصوا انا دايما بحب اشم الاكل، وانا عارفه ان ده ممكن مش حاجه لطيفه، بس انا لو حاجه ريحتها مش عاجباني مش هقدر اكلها. الحاجه تحفه ريحتها من قبل ما تفتحي ريحه طالعه، والحاجه تجنن. طعامه فظيع، نظافه رهيبه، اسعار حلوه قوي. نيجي بقى على هابي بيرثداي تو يو شا هابي بيرثداي تو يو شا. هنا كنت بعمل عيد ميلاد جرحي انا. دي ميني تورته. عايزه اقول لكم ان الميني تورته دي حاجه قمر جدا ان انت تجيبيها لجوزك لصاحبتك لاي حد حابه تفاجئيه، بدل ما تجيبي تورتايه كبيره ومش هنكلف نفسنا يعني. واصلا دي بتكون فكرتها لذيذه قوي، وبتكون محطوطه كده في علبه ولذيذه قوي. دي تحطي فيها الشمعه، وهنولع شمعه ويلا بينا. بصوا دي طعمها حلو قوي. دي تورته فانيليا ولسه مش لاقيين لها اسم بس هي هنقول عليها تورته الانجاز. انا سميتها تورته الانجاز، اللي هو انا عايزه بسرعه تورتايه تنجز معايا العيد ميلاد اللي على الضيق ده. فده هتبقى حاجه حلوه جدا وفكرتها لطيفه. وطبعا اكيد بتتعمل باطعمه تانية مش بس الطعم ده، دي كمان بالمكسرات، في شويه مكسرات فوق يعني بيغير لك مودك. بصوا يا جماعه احنا في الشتاء بيبقى جاي كده عليكي وقت بالليل تبقي عايزه تاكلي شويه حاجات. انصحكم ان انتوا تدخلوا جروب حكايه حلوه وتعملوا كده كل كام يوم اوردر من عندهم. الاسعار حلوه جدا، احسن بكتير ما تجيبيها من بره. الحاجه نظيفه جدا زي ما انتم شايفين، متقفله حلو قوي. وهرجع واقول لكم ان بجد هتتبسطوا جدا زي ما انا اتبسطت. باي باي.